مرحبا بكم. ماتش روتور نتاع ليشيونس نتاع الكاف في نفس السياق نتاع معناها لا سكسيسيون دو ماتش. سي ان ماتش معناها سافير حسب المعطيات اللي شفناها في المباراة نتاع الذهاب ابري معناها اون بريستاسيون خلينا نقولوا بور لو مورال ما كانتش خايبة، لكن كنا نجموا نعملوا ما خير كان بامكاننا. النتيجة نعرفوها يا اللي ستان سكور بياج، معناها تخلي الواحد لابد باش يتعامل مع الساعة ونص كأفضل ما يكون على مستوى التركيز، نعرف شنو هي الأهداف نتاعنا. بطبيعة الحال مصيرنا بين يدينا، فريق معناها محترم منظم مليح، عنده إمكانيات معناها فنية، عنده مهارات، عند جل اللاعبين نتاعو. دونك معنا كان باش نكونوا معناتها مركزين كأفضل ما يكون وحاضرين على جميع من المستويات، سواء كان الجانب الذهني أو التكتيكي أو البدني او المهاري او سو لو بلان معناها ايموسيونيل، مع حضور معناها بتاتر يعني بوبليك لاباس بيه والمعطيات اللي عندنا في البطوله. دونك لابد درجه التاهب نتاعنا والتركيز تكون كافضل ما يكون، واهم شيء نكونوا معناتها نعرف كيفاش نتعامل مع المباراه ونكونوا في احسن حالاتنا باش نجموا ناخذوا يعني ورقه تاهل المجموعات. لابد معناها يكون هنالك يعني اتزان مثل ما كان مطلوب منا في المباراة الذهاب. هو كما قلنا معناتها في كل مبارياتنا خارج أرضنا من الأشياء الإيجابية كونك تسجل في مرمى الخصم في الوضعيات هذه، فممنوع يعني قبول أهداف حتى ما نصعبش على روحنا المأمورية، ثم نتعامل مع جميع معناها الوضعيات اللي باش نعيشوها في المباراة. لأنه تسجيل هدف برك على امتداد معناها ساعة ونص أمر غير كافي بالمرة. لابد أنه ديما نفكر باش تكون يعني هنالك يعني هدفين فارق باش يكونوا الابري معناها من المفاجآت. دونك هذوما العمليات اللي ينجموا يصيروا في المباراة، مثل ما لا قدر الله معناها قبول هدف لابد باش تكون هناك ردة فعل كبيرة باش نرجع معناها بهدفين. دونك هذاك علاش يعني التعامل مع تسجيل هدفين يكون امر في بريفونسيون لنا احنا وحيتا باش ما نتفاجئش في المباراة، والا نتعامل معناها بالموجود، واهم شيء يكون الفوز. نفرو لا بوان معناها من الغدوه فما نسبه معناها بين بقير وشعلة اللي تكون موجوده، لانه سي ان ماتش معناها مشكلي ونختاروا معناها الحاجه اللي انسب للتعامل مع المباراه. ثم المباراه ما هيش يعني بدايه، هنالك يعني بدايه ثم هنالك يعني تكميل المباراه. الجيستيون تاع الماتش بدات ساعه ونص، لابد باش نلقاو معناها الحلول ونفكر في يكون هنالك يعني توازن وفكر على مستوى الاختيارات، لانها مباراه معناتها نجم نقولوا معناها باش تكون ان شاء الله في مستوى لاباس به. شوف يعني خلينا نقولوا هذاك الفرق بين الهو نيفو بين الامور يعني العاديه. فلما نكونوا نشتغلوا في فرق كبيره وفريق كبير مثل الترجي التونسي باش يلعب على جميع الواجهات، فهذا شيء معناها نعرفوه ونحاولوا نتعامل مع الوضعيه مهما كانت. ما عندناش معناها اعذار للامر هذا. اهم شيء كونه كما قلت نجهزوا انفسنا، ثم يعني اشيانس بشيانس يعني نطويو صفحه ونتعداو معناتها. التاهل نتاعنا يكون يعطينا معنويات، يعطينا كذا، لكن ينجم ما نقولش صعب بين الامور، لكن الامر يصبح غير في المباريات اللي بعدها. ما فماش معناها فما هنالك ربط على مستوى ليزوموسيون، على مستوى معناها المعنويات، لكن ديما ناخذوا كل اشيانس لحالها، كل مباراه لوحدها، ونحاول نتعامل معها مهما كانت معناها النتائج. مهما كانت النتائج لحد الان اليوم ما زلنا ما وصلنا لحتى شيء، ما زلنا ما زينا حتى شيء. دونك نتعامل مع جميع ليزيشيونس الموجودين والاهداف اللي موجودين، كل حاجه لحالها. وهذه شيء مات معناها الفرق الكبيره. فريق كبير لابد باش يكون ماهوش يعني بالاسم، لابد باش تكون معناها حتى على مستوى التركيبه، على مستوى معناها التعامل نتاع اللاعبين، على مستوى الجيستيون يكون في حجم ومستوى معناها لو نيفو. وبطبيعه الحال تدخل العمليات هذه في كسب معناها الخبره للاعبين اللي موجودين، للتجارب معناها القادمه، ونستخدم نفس الشيء معناها التجارب الماضيه والتاريخ نتاع النادي اللي في بعض ما نتصور ما نذكرش، ربما تذكر انت اكثر مني شويه المباريات هذه اللي كانت معناها فيها سكور 0-0. كانت هنالك مشاكل مع اورلاندو بيراتس مع بجايه في نفس الوقت معناها. فلابد باش نتعامل مع اللي موجود ومن اشيانس لاشيانس ومن هدف لهدف ونمر ونتعدى يعني اللي بعدها نحضر مهما كانت يعني الوضعيه.